حسيت ان ربنا حطني في اختبار واداني الاجابه. هو هلو يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هعمل معاكم حاجه عمري ما جربتها في حياتي، بس حاسه ان هي تبقى حلوه قوي وهتفيدنا كلنا كبنات، بالذات لو احنا عندنا دارك سيركلز مع الهالات السوداء اللي بجد بتخلي شكلنا مش احسن حاجه، ومهما نحاول ان احنا نعدلها او نداريها ما بتداريش. انا كنت بداريها كتير قوي، وكانت دايما بتيجي بعد ما انزل مثلا بساعه او بترجع تبان تاني. هنستخدم ايه في الفيديو بتاع النهارده؟ الفرشه اللي بحط بيها الروج، دي فرشه روج عاديه فيها لون احمر. هستخدم باليت ماية سينما، تستخدموا اي لون احمر عندكم. بروج عادي وممكن نعمله بالباليت. انا ما عنديش روج احمر صريح فهستخدم الباليت دي لان الالوان اللي انا محتاجاها. وهقوم عامله تحت عيني كده، شايفين يا جماعه؟ وهاخد من اللون التاني حاطه تحت عيني كده. ما تكتروش يا جماعه عشان في الدمج الموضوع بيوسع قوي مننا. هاخد بقى بيوتي بلندر ومن غير ما ابلها ولا اي حاجه خالص، وابدا ان انا اعمل دمج كده واحده واحده تحت عيني. بصوا اللون مش بيندمج على طول طبيعي، بس هو طول ما احنا بنشتغل هتلاقوه بصوا بدا واحده واحده يدمج. بقى واحنا بندمج كده احكي لكم قصه فظيعه قوي حصلت معايا، ان هي حاجه يعني مش غالبا او مش من المفروض اصلا انها كانت تحصل، بس هي حصلت معايا. انا كنت بشتغل في مكان ما وبعدين حسيت ان انا مش مرتاحه فيه، فكنت خلاص مش قادره اكمل يعني. فبلغتهم على مراحل ان انا خلاص مش هكمل، لحد ما في يوم ما طلبت منهم ان انا لا مش قادره اكمل، وانهم لازم يعني لمصلحه الشغل ان هم يسيبوني امشي. ففوجئت بقرار ان انا خلاص همضي الاستقاله وهمشي في نفس اليوم اللي انا قلت لهم فيه ان مش من مصلحه الشغل ان انا استمر. كنت مش مخضوضه ولا قلقانه لان انا اوريدي كنت خلاص جبت اخري من المكان وفعلا عايزه امشي منه. فالحمد لله دي كانت حاجه لطيفه قوي ان انا امضي الاستقاله وامشي. ومشيت اوكي واخدت المرتب بتاعي والدنيا كانت جميله ومشيت في سلام وامان وخلاص. الشهر اللي بعده على طول لقيت المرتب بتاعي اتحول بالكامل على الفيزا. عايزه اقول لكم كنت نايمه اصلا وصحيت من النوم على المسج ببص لقيت ان تم تحويل الراتب كذا كذا كذا. فانا كنت مستغربه قوي اللي هو ازاي يا جماعه حولوا لي مرتب كامل على الفيزا؟ المفروض ان انا مش لسه ماشيه امبارح مثلا ولا ماشيه من اسبوع، انا مشيت بقالي شهر، اللي هو غريبه جدا. الخطوه اللي بعد كده هاخد الكونسيلر ده كونسيلر يا جماعه الكونسيستنسي بتاعته تقيله قوي قوي يعني، فهو الكفرج بتاعه عالي. اوكي هو اسمه اماندا كوزماتكس اي ثينك يعني يا جماعه. هحط طبقه كده وهحط طبقه كده. دي هاك حلوه قوي تستخدموها لو انتوا رايحين اي مناسبه ومش عايزين دارك سيركلز دي تبان خالص، عايزين تعملوا لها كفرج ويقعد معاكم لحد ما انتوا تغسلوا وشكم. الهاك دي حلوه قوي هتساعدكم جدا في الموضوع ده. عندكم بقى فرح، خارجين مناسبه، هتصوروا كتير مع اصحابكم في النهار، ممكن تعرقوا او تطولوا بره ومش هتشيلوا ميك اب لفتره طويله، الهاك دي هتبقى نافعاكم جدا جدا. بعد ما حطيت الكونسيلر كده هبدا ان انا ادمج الكونسيلر تحت العين بالبيوتي بلندر. خلوني بقى اكمل لكم القصه. لاول وهله قلت خلاص انا هعتبر ان الفلوس دي بتاعتي. وخلوني اقول لكم انا ليه اصلا فكرت فيها كده، عشان انا المكان اللي احنا بنشتغل فيه المفروض ان هو بيبقى ليه راتب سنوي كل شهر 8 في اخر السنه احنا بناخد المرتب بتاعنا كامل بدون اي نقصان، واحنا ما بننزلش شغل. ده لان احنا كنا بنشتغل طول السنه كلها. فانا كنت اشتغلت في المكان ده اوريدي السنه كلها ومشيت في شهر 3، فانا قلت خلاص انا هعتبر ده المرتب بتاعي لان انا اوريدي اشتغلت معاهم السنه كلها. خلاص قلت تمام ومش هرجع الفلوس. بس بعدها كلموني من الاتش ار ان الفلوس اتحولت بالغلط وان هم عايزينها وكده. فانا كنت قدام حلين يا جماعه. الاولاني هو اني ارجع الفلوس وانا ما عنديش اي مشاكل ماديه الحمد لله، فانا حاسه ان انا حياتي مستقره وان ربنا مساعدني جدا في حياتي. فانا خدت الفلوس دي هبقى بعتبر كأن ربنا مخلي حياتي مستقره، وانا مع اول اختبار وقعت فيه قوي لاني حسيت ان ده اختبار. كل حاجه بحسها بتحصل في حياتنا هي اختبار، كل حاجه اختبار، كل حاجه بنشوفها رد فعلنا عليها اختبار، كل حاجه بنسمعها رد فعلنا عليها اختبار، كل حاجه بنحسها رد فعلنا عليها اختبار. فانا حسيت ان ده اختبار ليا، فما كنتش عايزه اقع في الاختبار ده. انا كان عندي بصراحه زي ما قلت لكم ان انا هعتبر دي فلوسي لان انا اشتغلت طول السنه، وهما كانوا مضايقيني قوي في شغل لدرجه ان انا قررت اني امشي. بس بعد كده لقيت بوست على الفيسبوك بيقول ان قبولنا المال الحرام هو يعتبر اول خطوه في ان انت بتاخد تيكت انك تنزل او انك تعيش جهنم على الارض.
كنت اخد فلوس حرام. حسيت ان ربنا حطني في اختبار واداني الاجابه، هو ان انا لو رحت او قبلت الفلوس دي فانا كاني بقول لربنا كل الحاجات الحلوه اللي في حياتي اللي انت عاملها لي انا مش عايزاها، عشان خاطر مع اول حاجه اول اختبار انا وقعت فيه. فقررت ان انا هرجع الفلوس، والحمد لله كان موضوع صعب والحمد لله عدى على خير ورجعت الفلوس. بس كده ده شكل الكفرج بعد ما عملت بالكونسيلر. تحفه يا جماعه ومفيش اي دارك سيركلز، ده حتى بصوا تحسوا انه في احمرار خدود طبيعي. شكله حلو قوي قوي قوي. طبعا بقى بعد اللوز باودر عشان نثبت الكلام ده هيقعد معاكي اطول فتره ممكنه، مفيش اي دارك سيركلز خالص. فدي هاك فظيعه جدا، فجربوها واكتبوا لي رايكم واستنوني في الفيديوز اللي جايه عشان اعلمكم هاكس عن الميك اب اكتر. تعملوا سبسكرايب. باي.